مثل ما حكينا على مواضيع الطاقة والرسالة اللي قدمتها، أتمنى أنه تابعتوا الرسالة اللي قلتها على موضوع الطاقة. وقبل ما تقرر أنه أنت تروح تدرس طاقة، مثل ما هم فهموك، هي طاقة، هي مو طاقة، هو سحر. تابع القناة وشوف الرسالة اللي قدمتها وكيف راح تفيدك. لكن هذا الموضوع احنا خلينا نحكي ما هو الريكي اللي دا يعلمونك واللي دا يغسلون دماغك، يحاولون يوصلونك إلى مفهوم إنه هذا راح يساعدك بالحياة. الريكي هو راح يساعدك بالحياة، وهو تعلم طاقي، مثل ما هم يحكوا لك هو طاقة. الريكي هو بالإنجليزي اسمه ريكي، هو أحد أشكال العلاج بالطاقة. طبعا هم هيك يقولوا لك هو أحد أشكال العلاج بالطاقة، يعني من تقرأ يطلع لك مثل مفهوم هو أحد علاجات، يعني علاج كأنه رايح الدكتور يعطيك ريكي، ويعتبروا طب بديل. يعني حالة الطب يعتبروا. ما أعرف أنه الأطباء يدرسون 10 سنين 15 سنة حتى يتعلمنا مفهوم علمي أنه أنت تروح تتخيل تقعد يم الشخص غرفته مظلمة، حتى لايت ما بيها وما يرد النور، ويمارس كل أساليب السحر عليك، وبعدين يقولك هاي ريكي. فأنت راح تصدق هذا الكلام، يعني من يقولك الريكي وراح تعلمك وناخذ، هو بزنس يا أخي، هو بزنس، ودي يعلموك أشياء إنه راح تأثر عليك، تأثر على عائلتك، تأثر على نفسك، تأثر على طاقتك، تأثر على روحك. الريكي هو مثل ما قلنا هم يعتبرونه هو طاقة، ويعتبروه نوع من أنواع الطب البديل. وجاءت الكلمات هو طبعا بالتسمية مالته كلمتين يابانيتين تعني ري، وتعني الكون كي. يعني ري، كلمتين يابانيتين هي ري وتعني الكون، وكي تعني طاقة الحياة. فأنت ركز على الكلام بصورة أكثر من ما تركز بغير شيء، لأن هذا الكلام راح يعطيك مفهوم عن هاي الطاقات اللي دا يقولوا لك هي طاقات. لأن أنت حاليا مكيف، وأنت يعني أوكي راح أتعلم طاقة، راح أصير مرشد طاقي. يا أخي افهم هذا الكلام، إنه دا يقولوا لك طاقة الحياة وطاقة كونية. يعني تعرف شو طاقة كونية؟ الطاقة الكونية لا يملكها فقط الإله، الملائكة. هذا السحر، هذا السحر إدخال شياطين. حنكمل، خلينا نشوف شنو دا يقولوا لك. مثل ما قلنا هو يعتبره حالة الطب البديل، حالة الطب. ويقول لك إنه يعتبروه الشخص مريض اللي يمارسه، لأن يمارسوه على المريض، يعني يمارسوه على الشخص المريض، وحتى تركل الطاقة بالجسم، واللي عنده إصابات جسدية من الشعور وألم عاطفي. ويقول لك هذا الريكي يحاول على تدفق هاي الأشياء بالجسم مما يساعد على الاسترخاء. نتركز بالكلام هذا، تدفق أشياء في الجسم. شنو يعني يدفق بالجسم؟ ويقلل الألم. يتخيل يقول لك إنه يدفق بالجسم ويقلل الألم. اللي يدفق بالجسم هو ما يريد يقول لك هو أرواح وأشباح وشياطين تدخل بجسمك، ويريد يقنعك إنه يسرع من الشفاء. كيف راح يسرع من الشفاء يعني؟
يعني مثلا انت حزين، يجي شخص يدخل لك طاقة انه انت عندك already طاقة، ويجي شخص يدخل لك طاقة اخرى، يعني يصير من نوع من انواع استبدال الطاقة، يستبدلون طاقتك الجميلة ويخلون طاقتهم، لأن أنت ممكن ما تناسب جسمك. على الرغم من وجود يقول لك بعض الجدل، تمكن يوم بعد أحكي لك إنه كيف يكتبوا لك تمكن العلماء من إثبات فعاليته بشكل علمي. من هم العلماء ما تعرف، شفت لك عالم ثبته؟ أنت طلع لك حكي باليوم بالأخبار إنه ثبتنا علاج الطاقة وشوف شخص حزين وهذا صار سعيد وقوينا طاقته؟ أنت مقتنع بهذا الكلام يعني؟ ويقول لك لا يمكن إنكار شعبيته وازدادت بشكل كبير. المهم، فيقول لك علم الريكي بعام 1922 تجربة روحية عميقة عاشها دكتور ياباني اسمه ميكاو أوسيو، وشعوره بضرورة مشاركتها مع الآخرين بعد تعرض اليابان لزلزال خطير. المهم، يقول لك أسس ميكاو أول مدرسة وعيادة الريكي في طوكيو في نفس العام، وأنشأ خبراء في هذا العلم يعني، وضمان استمراريته حتى بعد وفاته. وقام الخبراء بنقل خبراتهم ونشر الريكي إلى بلدان الغربية، ووصل إلينا ما هو عليه. الريكي بمدارس هواية، وأضافت عنصر جديد للريكي المستخدم أو مدرسة مختلفة، وقد وصل عددها عام 2018 إلى 64 مدرسة يعني. واو. يقولك لا توجد جلسة الريكي نموذجية. هم دا يذكروا لك يعني بالكتاب، يقولك لا توجد جلسة ريكي نموذجية. ليش ما توجد جلسة نموذجية؟ يقولك تختلف العلاج ومدته من شخص إلى آخر، تتراوح مدة الجلسة من 15 دقيقة إلى نص ساعة، ويخلوك على كرسي وتستلقي، ويبدأ الممارسة الجلسة بملامسة الرأس والجذع بشكل خفيف، ووضع اليدين فوقها دون ملامستها يعني. في هذا الأثناء تتم عملية نقل الطاقة، فيشعر الممارس بوخز ودفء في يديه، ويستمر بوضع يده في نفس المكان حتى يشعر بتوقف جريان الطاقة. يشعر بعض الأشخاص يقولك بالاسترخاء أثناء الجلسة لدرجة النوم. من الشائع أيضا الشعور بالتعب بعد الجلسة، حيث يعتقد أنه جزء من عملية الشفاء. فوائد الريكي يقول لك انهم يعطوك هنا الى فوائد، يعني انا ما اقدر اروج لهذا الشيء بصراحة، بس لكن انت تحس انه وخز بداخلك بجسمك، يقول لك يدخل، غير اكو شيء يساعدهم على هذا الدخول بالجسم، اشياء. يعني ما دا افهم انا انه ما اريد انكر العلم، بس لكن شنو هاي الاشياء اللي تدخل بجسمك؟ حل وضحها. شنو نوع الطاقة اللي تدخل بجسمك؟ المهم، فاللي يريد يوضحوا لك انه هو يعالج كل الاشياء، يعالج المريض، يعالج يعني اوكي، بعد نستخدم نعوف المستشفيات ونروح شكوى هيسوي ريك على شنو رايح بعد تروح تعاني من امراض؟ اي واحد يخلي يده على رقبتك وتصير زين، ونعوف الطب والجراحة والهاي، بعد ما يحتاج نقول له هاي روح مارس هاي الممارسات الهندية، وروح اي شخص يخلي